لو قلت لك ان في بنت دخلت الحمام وخرجت منه بعد سنة و4 شهور، اكيد مش هصدق، صح؟ ولو قلت لك انها كمان رفضت تتجوز من الجن وكان عقابها ابشع مما تتخيل، دي مش خرافة، دي قصة حقيقية لبنت من الجزائر اسمها زينب، واللي حصل لها مش هيحصل لحد تاني. اهلا بيكم، انا الكاشف، وده برنامج عبرة في حكاية. زينب بنت من الجزائر، بدأت حكايتها من وهي عندها 4 سنين. كانت بتسمع حاجات غريبة وأصوات بتنادي عليها باسمها، وكأن في ونيس جنبها دايما بتحس بيه وهي نايمة، وطلباتها كلها كانت بتتحقق. هي ما كانتش خايفة، بالعكس كانت حاسة إنه صاحبها. وأمها كانت فاكرة إن دي تخيلات طفلة وحيدة ملهاش إخوات، لكن اللي حصل بعد كده ما كانش طبيعي. وفي يوم وهي عندها 10 سنين، أمها شافتها بتتكلم مع قطتين لونهم أسود وشكلهم غريب، وكانت بتقول لهم أنا بحب عيلتي ومش عايزة أسيبها. وفجأة القطتين دول بصوا لأمها وجريوا يختفوا جوه الدولاب. الأم جريت على الدولاب وفتحته، ما لقيتش حاجة، بس لقت الهدوم جوه الدولاب متبعترة كأن في حاجة دخلت فعلا. ومن بعدها الأم قالت لأ، البيت ده مش طبيعي ولازم نسيبه. بس اللي حصل بعد كده كان أغرب من كل اللي فات. نقلوا البيت جديد في مكان مختلف، وزينب حاولت تبدأ من جديد، لكن الأصوات برضه ما سكتتش، كانت دايما بتوشوشها وترجعها للعالم القديم. وبالرغم من كل ده كانت بتحاول تتجاهل كل اللي بيحصل، لحد ما حصلت الزيارة اللي غيرت كل حاجة. في زيارة لقريتهم القديمة وبيتهم اللي كانوا سايبينه، زينب حست بحاجة مش طبيعية أول ما دخلت البلد. الصوت رجع تاني، بس المرة دي كان بتوجيه، قال لها تروح البيت القديم لوحدها. وبدون تفكير ومن غير ما تحس راحت، والباب كان مفتوح. دخلت وفي صوت قال لها تستنى في الحمام. وفجأة الحمام اتفتح، مش على الحمام، لا، اتفتح على عالم تاني خالص. وصفته انه زي الارض، بس الزرع غريب والاصوات مخيفة، وكأن في احتفال كبير برجوعها. الصوت قال لها هتعدي على ممر ومهما سمعتي ما تبصيش. وسمعت الكلام لحد ما وصلت. لقيت شخص جسمه طويل ولونه اسود ولابس تاج، وفجأة قال لها هتتجوزيني وتعيشي معانا هنا للأبد. زينب رفضت وقالت له انا عايز اعيش حياة طبيعية. رد عليها وقال لها اختاري، يا تعيشي معانا يا هتشوفي أسوأ أيام حياتك، وهكون معاكي في أحلامك لحد ما تتمني الموت. زينب قالت للشيخ ان كل اللي حصل ده استمر حوالي 40 دقيقة، بس لما رجعت لاهلها اكتشفوا انها مختفية بقالها سنة و4 شهور ومفيش اي اثر ليها. وكانت السلطات اعلنت عن اختفائها، وفجأة رجعت كأن مفيش حاجة حصلت، لكن جواها كانت عايشة في كوابيس وخوف مش طبيعي، لان اللي حصل بعد كده كان صدمة ليها ولكل الناس اللي حواليها. زينب حاولت تتعالج من شيخ لشيخ ومن راقي لراقي، بس مفيش فايدة. وبعد 3 شهور من تسجيل صوتها للشيخ، زينب ماتت في حريقة ضخمة حصلت في أوضتها. والمصيبة إن مفيش أي سبب واضح للحريق. في حاجات في الحياة لو فتحنا بابها صعب جدا نقفلها تاني. الفضول ساعات بيكون بوابة للجحيم، والأبواب اللي بنفتحها واحنا صغيرين ممكن دمر حياتنا كلها. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، هل فعلا زينب دخلت عالم تاني ولا كل ده كان وهم وضغط نفسي؟ وسؤال ليك، لو حصل معاك موقف زي ده كنت هتكمل وتستكشف ولا كنت هتهرب من أول لحظة؟ أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج عبرة في حكاية. السلام عليكم.